مرحبا يا شباب. مع دخولنا عام 2025 صناعة البرمجيات على وشك أن تمر بمرحلة جديدة كليا. العالم التكنولوجي بيتغير بسرعة، ومعه لغات البرمجة اللي بنعتمد عليها في حياتنا اليومية، سواء كانت مطور متمرس أو مجرد شخص مهتم بالعالم الرقمي. الفيديو ده معمول عشانك. ادعمونا واعملوا سبسكرايب لو حابين تواكبوا كل جديد في البرمجة. دلوقتي خلينا نبدأ بالتغيير الأكبر، التكامل مع الذكاء الاصطناعي. هو الموضوع اللي بنتكلم فيه كتير، لكن هل فكرتوا إن أدوات زي جيت هاب كوبايلوت وأمازون كود ويسبر بقيت تكتب الكود بطريقة شبه كاملة بناء على تعليمات بسيطة؟ نعم، حرفياً. لو عندك وصف للفكرة أو الوظيفة اللي عايزها، الأداة دي ممكن تحولها لخطوط برمجية دقيقة ومسكولة، مش بس بتوفر وقت كتابة الكود، لكن كمان بتحسن الأمان وتكتشف الأخطاء أثناء الكتابة. التكنولوجيا دي مش بس بتساعدنا، دي بتغير طريقة تفكيرنا عن البرمجة. وهنا يجي دور الاستدامة. لغة مثل راست أصبحت معروفة بأنها بتهتم بالكفاءة وتقليل استهلاك الموارد. تخيل برامج قوية وفعالة، ومع ذلك بتستخدم أقل الطاقة ممكنة. دي الفكرة اللي بتقود المستقبل. الاستدامة بدأت تدخل حتى في تصميم التطبيقات الصغيرة زي تطبيقات إنترنت الأشياء، وده معناه إننا في طريقنا لتقنيات أكثر ذكاءً. طيب، القمة. الموضوع اللي بنخاف نتكلم فيه، لكنه بيصبح أكثر واقعية مع لغات زي كي وشباك وسيرك. الحوسبة الكمومية مش مجرد نظرية، هي دلوقتي أصبحت مجال حقيقي للتطوير، ومع استخدامها في الذكاء الاصطناعي الكمومي ممكن نحل مشكلات كانت مستحيلة من قبل. ومن هنا بنروح الويب أسمبلي أو وازم. الكل فأقر إنها مجرد تقنية للمتصفحات، لكن المفاجأة وازم دلوقتي أصبحت تستخدم في بناء تطبيقات سطح المكتب وحتى الخوادم. الفكرة هنا إنك بتحصل على أداء عالي جدا، لكن بمرونة بين الأنظمة المختلفة. مطورين كثير بيختاروها لمشاريعهم الكبيرة. أما البرمجة الوظيفية فهي أصبحت أكثر رواجاً، وده بسبب الطلب المتزايد على حلول تدير البيانات الضخمة بكفاءة. لغات مثل هاسكل وإف شباك مش بس تقنيات أكاديمية، دي دلوقتي بتستخدم في تطبيقات تجارية لأنها قادرة على إدارة عمليات متعددة بنجاح. بيئة البرمجة دي توفر لك طريقة ذكية للتعامل مع البيانات. ولو عايز السرعة والمرونة، المنصات الهجينة زي لو كود وبرو كود هي الاتجاه القادم. شركات بتنطلق نحو المستقبل بتعتمد على أدوات سريعة لكن فعالة، والجميل إنها بتسمح لك باستخدام لغات أكثر تقليدية زي بايثون أو جو دنبن إلى دنبن. في النهاية، الأمان مش مجرد خطوط كود إضافية. لغات زي راست دلوقتي بتصمم الأمان كجزء من بنية اللغة نفسها. تخيل إن المشاكل الكبيرة زي بفر أوفرفلو أصبحت شبه منعدمة. 2025 هي السنة اللي كلنا بحاجة نستعد لها. التغييرات دي تفتح أبواب جديدة لكل مطور أو شخص محب للبرمجة. الذكاء الاصطناعي، الحوسبة الكمومية، أو حتى البرمجة المستدامة، العناصر دي مش مجرد مستقبل بعيد، هي بدأ تكون الحاضر. فلو كانت مستعد للتغيير، شاركنا رأيك في التعليقات. ولا تنسوا تعملوا سبسكرايب للقناة عشان تتابعوا كل جديد في عالم التكنولوجيا والبرمجة. شكرا على المتابعة يا عباقرة الكود.